عندي سؤال واحد: ما هي الإجراءات العملية التي ترى القيام بها في المستقبل؟ عندي جوج ديال الأسئلة صراحة. السؤال الأول هو ديال كانت واحد الإشارة من الدولة مؤخرا سمعنا في المنظر الإعلامي ديال كطالب حركة 20 فبراير بتقديم اقتراحات والكف على التظاهر. بغينا نشوفوا واش كاين شي اقتراحات وشنو هي الجهة اللي ممكن حركة فبراير توجه الاقتراحات ديالها. حركة 20 فبراير حركة مستقلة، حركة ديمقراطية. لا أعتقد أن هذه الصورة يعني فيها قراءات مثلا يقول بسيطرة للطرف السياسي على الحركة ودخلت في هذه المسائل ديال 20 فبراير. كاين غموض على ملي كطالبوا بجمعية تأسيسية وفي نفس الوقت من خلال المطالب ديالكم هي إصلاحية ماشي ثورية، وبالتالي شكون اللي غادي يشرف على الانتخابات اللي غادي تنتهي باختيار اللجنة التأسيسية؟ ماشي وزارة الداخلية الحالية. الكرة ليست في ملعبنا، الكرة في ملعب الدولة. إذا أرادت بالفعل من اقتراحات فعليها أن تبدي بعضا من حسن النية وتلبي ولو جزءا من المطالب التي رفعناها في أرضيتنا التأسيسية. نحن رفعنا في أرضيتنا التأسيسية مطلب إسقاط الحكومة وحل برلمان لم تكن الاستجابة إليه من الناحية العملية. رفعنا شعار الدستور الديمقراطي، لاحظنا كيف مرت العملية سواء على مستوى الشكل اللي كيتبيروا باللجنة المنوني أو غير، أو حتى خصوصا العملية ديال الاستفتاء. رفعنا كذلك مطلب إطلاق سراح المعتقلين ومن ضمنهم أساسا معتقلي حركة 20 فبراير. لم تتم الآن، لازال لدينا مجموعة من المعتقلين في مختلف المدن المغربية، ومنهم من حكم في 2 ونصف سجنا كحالة معصى، يعني صدق كبوري وشنو هما المناطق ديال حركة 20 فبراير. 20 فبراير حركة مستقلة عن جميع التنظيمات، وأن الحضور من داخل حركة 20 فبراير هو ليس حضور تمثيلي لأحزاب. أما إذا جيت الديمقراطية لحركة 20 فبراير ديمقراطية أو غير ديمقراطية، فهذا كيتميل شيء ملموس الجمعة العامة أن اتخاذ القرارات فيها كيتخذ بشكل ديمقراطي ومتوافق عليه بدون أدنى تشويش على الديمقراطية المتعارف عليها بين حركة 20 فبراير. دونك هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في خصوص جمعية التأسيس التأسيسية أو ما يشركوا عليها، حركة 20 فبراير طلبت الدستور الديمقراطي. مقومات الدستور الديمقراطي المتعارف عليها دوليا واضحة جدا، كتشي سواء من المجلس التأسيسي سواء من الجمعية التأسيسية. هذه الجمعية التأسيسية كيف تنتخب أو من ينتخبوها كتبقى هنايا دور الأحزاب السياسية فاعلة في المجتمع أو من إرادة الشعب المغربي ككل، هو اللي غادي يختار شكون اللي غيدير. أو إلا كنا كنهضروا على مقومات الدستور الديمقراطي في الإشارة على هذا الاستفتاء أو على الانتخابات ديال هذا الدستور كيجي من واحد الهيئه مستقله كتكون مقطوعه خارجيه كما ترى في الاسبان او كتكون لو ان عندنا قضاء مستقل ربما القضاء هو اللي كان غادي يجرب على الاستفتاء. قد يكون بعض الاشخاص ليس لهم كل التقاطعات، وهذا ليس عيب، بل هو انه دي حركه لكل الشعب المغاربه يعني فيها كل التقاطعات اللي كتساهم. انا بهذا النظر ديالي انه لسنا محاكم تفتيش، هذا صوتي ابن عام يجب ان تحاكم، يجب ان تفصل مش كذا. فانه اظن بانه الحركه عبرت عن مواقفها التي خرجت من الجمعه العامه وهي المقاطعه، ودعت الشعب المغربي للمقاطعه. الدستور الجديد بين قوسين هو يمكن أن نقول صناعة ملكية بامتياز، لأنه يعني حتى في الخطاب الملكي يعتبروا أنه استمرارية للرغبة الملكية يعني في جدية المجتمع وغير ذلك. يعني وهنا يعني تغاضي النظر عن الخيارات الاجتماعية التي يشهدها المغرب. أيضا هناك ما زال الاستبداد يعني والانفراد بالسلطة، ليس هناك فصل للسلطات، ليس هناك يعني سلطات حقيقية يعني في الجهات الأخرى في المجال القضائي إلى غير ذلك. وبالتالي يعني هذا السميتو لم يحسن بعد، حتى النقاش الدستوري بالنسبة لنا لم يحسن بعد. الأرضية التأسيسية ديال حركة 20 فبراير هي محاولة الإنضاج الشروط من أجل ممارسة الصراع السياسي الديمقراطي الغير المتوفر الآن في ظل بنية السلطة القائمة. لا أتحدث عن بنية الدولة، أتحدث عن بنية السلطة. نحن نتحدث عن بنية السلطة بمعنى إعادة بناء
منظومة السلطة في هذا المجتمع من سلطة ممركزة في يد مؤسسة واحدة بمعنى سلطة استبدادية إلى سلطة مؤسسة على القاعدة الشعبية، وبالتالي ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا هو المنطق. الإضافة هو أنه في اللحظة فاش قال المالك في الخطاب ديالو سأصوت بنعم، تحول كذلك إلى استفتاء تجديد البيعة، وبالتالي ما كانش ممكن أن نتصور بأن هذا الاستفتاء كان يخرج بالنتيجة الأخرى، لأنه العمق ديال الديمقراطية شنو هي؟ بالإضافة للآليات والثقافة والمؤسسات وغيرها، راه العمق ديال الديمقراطية هو ذاك الصندوق الزجاجي. هذاك الصندوق الزجاجي هو المقدس الديمقراطية. هذاك الصندوق الزجاجي تنتظر شنو غيخرج منه. إلا كان محسوب شنو غيخرج منه فكذاك، يعني ما كانش ذاك الشويع ديال انك تعرف واش غيخرج بنعم ولا لا، ما كانش هذا الدستور هذا، وبالتالي تبقى حتى العمليه برمتها يعني النكه ديالها اللي هو الجوهر ديالها اللي هو الديمقراطيه.